السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البودكاست. بما انك دخلت تسمع فراك غالبا كتفكر في الزواج ولا قريب تزوج ان شاء الله. ولكن قبل ما دير هذه الخطوه المهمه في حياتك كاينين شي حوايج وشي مواضيع مهمه خاصك ضروري تدوي فيهم مع الشريك ديال حياتك المستقبلي باذن الله، باش تعرف واش بجوجكم عندكم نفس القيم والمبادئ والافكار، واش تقدروا تفاهموا وتكملوا بعضياتكم. وفي هذا البودكاست غادي نعطيك اهم المواضيع اللي ضروري خاصك تناقشهم مع الانسان اللي غادي تكمل مع حياتك ان شاء الله قبل الزواج. اول موضوع ومن اكثر الحوايج المهمين اللي خاصك ضروري تناقشهم قبل الزواج هي الفلوس. هذا الموضوع كيهم الازواج اللي بجوج مخدامين كيف ما حتى الازواج اللي غير واحد فيهم هو اللي خدام. الفلوس كتعتبر من اكبر الاسباب والاسباب الرئيسيه ديال الطلاق، ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل. كيف ما الفلوس مهمه بزاف ومسؤول مباشر في توفير اي حاجه كيحتاجها الازواج من سكن، اكل، شرب، لباس، سفر ووسائل الراحه والترفيه، فهي كتعتبر ايضا مصدر للمشاكل اذا ما كناش كنعرفوا الاداره ديالها او ما كناش كنعرفوا نجيريوها. هادشي علاش من البدايه خاصنا ندويو على كيفاش بغينا نجيريو فلوسنا، شكون غيتكلف بشنو، شكون غيتكلف بالدار، الماء، الضوء، التقضيه، واش بغينا مثلا نديرو حساب مشروك ولا كل واحد فينا يدير الحساب ديالو، واش بغينا ندخروا شويه ديال الفلوس في الاخر ديال كل شهر ولا بغينا نصرفوا كلشي، واش بغينا نستثمروا في شي حاجه، واش شي واحد فينا عنده كريديات، وخاصنا حتى ندويو على واش شي واحد فينا عنده اهداف ماديه على المدى البعيد. مثلا شي واحد فيكم باغي يجمع فلوس باش يشري دار ولا يدير شي بروجي، خاصكم ضروري تعرفوا واش عندكم نفس الشوفه للفلوس او نفس التوجه المالي باش تجنبوا كاع انواع الخلافات اللي يقدروا يجيو من هذا الموضوع. باش نزيد نوضح اكثر غادي نحاول نعطي واحد المثال بسيط. غادي ناخذ جوج ديال الازواج، ولد وبنت. الولد من داك النوع اللي ما كيفكرش في المستقبل، كيسالي فلوسه قبل الشهر، كيبغي يشري اللي بغا ويجرب اي حاجه ويخسر فلوسه في اي حاجه. والبنت العكس، مثلا عندها هدف انها تشري دار من هنا 5 سنين، اذا كتحاول انها تدخر واحد شويه ديال الفلوس في الاخر ديال كل شهر باش انها تحقق الهدف ديالها، وكتخسر فلوسها غير في الضروريات. اذا هنا عندنا جوج ديال الناس ما عندهمش نفس التوجه المالي، ويقدر هذا الشيء يخلق لهم مشاكل ويدمر لهم زواجهم لا قدر الله. ثاني موضوع العائله والاولاد. خاصنا ضروري ندويو شحال ديال الوليدات بغينا وامتى بغينا نولدوا. وخا هاد الامور حنا كلنا عارفين انها بيد الله وهو اللي كيقرر، ولكن مهم بزاف نناقشوهم، بالاخص ندويو على التربيه، كيفاش بغينا نربيهم وشنو المبادئ والقيم اللي بغينا ندوزو ليهم. يقدر يبان لك هذا الموضوع ماشي بديك الاهميه، ولكن شحال ديال الازواج وقفوا على الطلاق بسبب هذا الشيء. ثالث موضوع كيفاش بغينا نحلوا النقاشات والمشاكل اللي كيوقعوا. ما كاينش شي كوبل ولا شي علاقه في العالم خاطين هالمشاكل، ضروري من النقاشات والنزاعات ولحظات ديال التوتر والستريس بين الازواج. ولكن المفتاح ديال هادشي كامل واللي كيحافظ على الزواج هو الطريقه كيفاش كنحلوا هاد المشاكل. خاص كل واحد فيكم يقول واش هو من النوع اللي كيفضل انه يناقش ديك الساعه المشكل ويلقى له الحل، ولا من النوع اللي كيفضل انه ياخذ وقته حتى يبرد ويحس براسو مستعد انه يناقش عاد كيجي، ولا شنو هي الطريقه اللي كل واحد فيكم كيبغي يحل بها المشكل. حيت كاين نوع ديال الانسان اللي كيبغي ديك الساعه يناقش المشاكل ويلقى لهم الحل باش ما يطولوش ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه، وكاين النوع الاخر اللي كيبغي ياخذ وقته حتى يستوعب الامور عاد يرجع يناقش. من المهم بزاف انكم تفهموا على الطريقه اللي كتبغيو تحلوا بها المشاكل ديالكم واللي مسلكاكم بجوج باش تحافظوا على اهم حاجه كاينه بين الازواج اللي هي الاحترام المتبادل. رابع حاجه القيم والمعتقدات. هذا الموضوع مهم بزاف، خاص ضروري كل واحد فيكم يقول شنو المبادئ والقيم المهمين عنده واللي ما يقدرش يتنازل عليهم، شنو الحدود اللي ما كيبغي حتى واحد يفوتهم معاه، شنو الحوايج اللي يقدر يقبلهم والحوايج اللي ما يقدرش يدوزهم. وحتى من الدين خاصنا نناقشوا. كاملين زادينا مسلمين، ولكن ماشي كاملين كنشوفوا الدين من نفس المنظور. يقدر يكون شي حوايج اللي انت كيجيوك مهمين في الدين وما يمكنش تنازل عليهم، ولكن الشخص الاخر ما كيشوفهمش بنفس الاهميه ويقدر يطبقهم ويقدر لا. مثلا تقدر تكون انت ملتزم بالصلاه وعمرك ضيعتيها، والانسان الاخر ما كيصليش وكيامن بمبدا الاسلام في القلب، ولا تكون انت انسان ملتزم وكتطبق الدين كامل حرفيا، والانسان الاخر ما عطيش الدين نفس الاحترام والتقديس اللي عطيه ليه انت. المهم بلا ما ندخلوا في الديتاي بزاف، كنظن ان الرساله واضحه. خامس موضوع واللي بالنسبه لي انا موضوع مهم بزاف واللي كيقدر يدمر ويسالي العلاقه ديال بزاف ديال الازواج، التوقعات ولا كل واحد شنو كيتسنى من الاخر. خاصكم ضروري تقولوا شنو كتسناو من بعضياتكم وفي جميع المجالات. مثلا كيفاش بغيتي الشريك ديالك يتعامل معك، وبالاخص موضوع مهم بزاف واللي كياخذ بلاصه كبيره ومهمه في العلاقه اللي هو الحميميه ولا المواضيع الحميميه. هذا الموضوع بزاف ديال الناس كيتجنبوه حيت كيجيهم حشومه،
ولا عيب يدويو فيه، في حين ان داك الشيء راه موضوع عادي بين الازواج. راكم غتزوجوا وغتشاركوا كل شيء وما غتبقاش شي حاجه سميتها حشومه في الدار. انا ما كنقولش لك هنا جيب بنادم فاس وقول ليه الامور، ولكن ضروري خاصكم تلقاو شي طريقه باش توصلوا الرسائل لبعضياتكم. شنو كيعجبكم وشنو ما كيعجبكمش، شنو كتسناو من بعضياتكم من هاد الناحيه. صعيبه بزاف شي واحد يلاه عرفتي دوي معاه في هاد الشيء، ولكن اختاروا شي لغه جديده ولا دويو بالاشاره ولا شوفوا كديروا هاد الشيء الا كنتو كتحشموا. اما الا ما كنتوش كتحشموا يجيو بنادم فاس شنو بغى يوقع كاع. المهم غير كنضحكوا. ولكن خاصكم تعرفوا ان الا كانت العلاقه الحميميه بين الزوجين مزيانه فهاد الشيء كيزيد من الحظوظ ان علاقتهم الزوجيه بصفه عامه تكون علاقه صحيه وسليمه ومزيانه وتطول. كخلاصه، بصح الزواج ارزاق وكل شيء بيد الله، ولكن الانسان يدير اللي عليه. حاول تاخذ وقتك باش تعرف مزيان على الانسان اللي غادي تكمل معاه حياتك. حاول تفهمه مزيان، حاول تكون صريح وتقول داكشي اللي كيدور لك في راسك كيف ما هو وبطريقه واضحه ومفهومه باش تكون متاكد بلي الشخص الاخر اللي معاك فهمك مزيان. وما تنساش بلي التواصل والصراحه مهمين بزاف في العلاقه باش تمشي مزيان. وفي الاخير نطلبوا من الله ييسر الامور ويرزق كل واحد بالشخص اللي يستاهل. ما كرهتكمش تخليوا لي في التعاليق شنو المواضيع اللي كيبان لكم نتوما ضروري تناقشوا قبل الزواج، يا اما عن تجربه الا كنتم مزوجين ولا غير ناويين تزوجوا وكيجيوكم مهمين.